النهارده احنا شفنا حاجة عاملة زي الأفلام الأمريكاني، اللي هو البطل بيقدر يحقق حلمه. يعني بنبقى بنشوف البطل يكافح يتعب، يعرق، يعني يشوف حاجات صعبة وبعدين يقدر انه يعمل الحلم. النهارده يا جماعة احنا كنا بنتفرج على الأمير المصري عمر مرموش وهو بيعمل الهاتريك بتاعه، 3 تجوان. الراجل النهارده ثبت أقدامه في الأرض الإنجليزية وجاب النصر هدية لمصر، 3 تجوان غير طبيعية. لو أنا كنت حلفت لك إنه يعني هيجي اليوم اللي هالاند يجري يحضن عمر مرموش، انه جراديولا يشوف ان عمر مرموش ده هو المنقذ للمأساة اللي فيها مانشستر سيتي، حاجة غير طبيعية. الجون الاولاني لب غريب غريب بقى، شايفين هالاند وهو واقف جنبه؟ انت جيت يعني هالاند ده المفروض احنا كنا متخيلين ان هو جاي من المريخ، بص لعمر مرموش كده قال له انت جاي منين يا ابني؟ هو انا اخلص من صلاح يطلع لي مرموش؟ يعني انا بقعد خايف العب قدام صلاح، هيجي مرموش اللي يقعدني على الدكه؟ حاجه غريبه جدا. فالنهارده انت شفت نجاح، شفت مثال، شفت حاجة تقول لعيالك بص اللي بيتعب، بص اللي بيحاول، بص اللي بيعمل ديديكيشن، يعني بيدي روحه وحياته للحاجة. أسرع تأقلم للاعب وأسرع هاتريك للاعب عربي. انتوا عارفين الإنجليز غاويين الأرقام، فاحنا بعد الايجيبشن كينج عندنا دلوقتي الايجيبشن برنس، عندنا عمر مرموش. تقعد تتفرج على الدوري الانجليزي وتشوف المصريين وهم مؤثرين في الدوري الانجليزي، مش بالمشاهدة ولا بالاشتراكات، احنا عندنا ناس بتعمل الحركات. مرموش مكسر الدنيا النهارده، وحديث العالم وحديث مصر وحديث بريطانيا وحديث مانشستر سيتي وحديث الجميع في العالم. معانا محمد قطب الناقد الرياضي من لندن. اهلا بيك يا فندم. استاذ عمرو، مساء الخير. ازيك يا محمد؟ وحشني. وانت كمان والله، يا رب تكون بخير. ايه الاخبار؟ الاخبار ردة فعل كبيره جدا على عمر مرموش وعلى التالق، على الثلاثيه اللي سجلها النهارده في نيوكاسل. يكفي اني اقول انه تقييم التايمز والبي بي سي يتفق يمكن لاول مره على منح عمر مرموش مش بس جائزه رجل المباراه، لكن تقييم 9 من 10. 9 من 10 لمن لا يعرف هنا في الصحف البريطانيه هو اعلى تقييم بيحصل عليه اللاعب تقريبا. يعني احيانا اللاعب بيخرج نجم المباراه ومسجل هدف واثنين وبياخد 8 او 8 ونص، فانه ياخد 9 في رابع مباراه او ثالث مباراه له في الدوري الانجليزي دي حاجه كبيره جدا جدا جدا. ماجيك مرموش هو غلاف التليجراف، الساندي تيليجراف اللي هتصدر بكره الصبح قدامي هو دلوقتي. مرموش الساحر، الساحر عمر مرموش بالفعل هو اول في صفحه اولى وفي صفحه صدر صفحه الرياضه في التليجراف. ما كانش في شك. اجمل شيء في اللي حصل النهارده انه زي ما قال جوارديولا ما كانش عندنا شك في جوده عمر مرموش فيما يمكن ان يقدمه لمان سيتي، حتى لو تاخر الهدف الاول للمباراه الثالثه. لكن قيمه عمر واللي قدمه والارقام اللي كان بيقدمها في المانيا، احنا مش بنتكلم عن لاعب مغمور او لاعب جاي صغير بيثبت نفسه، احنا بنتكلم عن لاعب جاي هداف الدوري الالماني بيحاول ينتشل مانشستر سيتي وموسم مانشستر سيتي من الصعوبات اللي بيواجهها. وبالفعل النهارده كانت بدايه المشوار التهديفي. لكن من اول مباراه استاذ عمرو حابب اقول انه كان انطباع الاعلام الانجليزي ومحللين الكره الكبار جدا هنا في البلد كان ايجابي جدا عن مرموش، وكانوا دايما بيقولوا ان الافضل قادم من عمر بمجرد الانسجام، بمجرد تحسن حاله الفريق على المستوى الجماعي.
ومجرد ان هو يجد اللحظه، لانه اول هدف هو اهم هدف في ظل الضغوط وفي ظل الاجواء الجماهيريه الكبيره. وزي ما شفنا هو عمر نفسه قال انه النهارده يوم خاص جدا، يمكن يكون الافضل في مسيرته الكرويه، واعتقد دي مجرد البدايه بس بالنسبه للعيب. ما كانش فيه اي شك في قدرته على تقديم الاضافه لمان سيتي، طيب سواء على مستوى التهديف او على مستوى الجوده حتى في ادائه. عندنا مواجهه دراميه يوم الاحد الجاي، كلمنا عن المواجهه دي. طبعا صلاح ومرموش، مان سيتي وليفربول، وكان قبل حتى الديربي المصري ما بين مرموش وصلاح كانت دايما مباراه السيتي وليفربول مباراه كبيره. صلاح كان دايما من الغاويين طب احنا محمد، يعني يوم الاحد ده السيتي وهو بيلعب قدام ليفربول، هنا صلاح ابننا وهنا مرموش ابننا، احنا هنعمل ايه كلنا؟ تخيل الرفاهيه، انه يعني في بلدان كتير جدا ما عندهاش الرفاهيه ديت، ان عندها نجم كبير هداف بس على مصر. الجانب دوت. مصر فقط على المستوى الافريقي، على مستوى حتى الدول الكبيره جدا في كره القدم ما عندهاش دلوقتي النجم الاول في ليفربول والنجم الاول في مان سيتي. طبعا لحظه فخر كبيره جدا للكره المصريه ولينا كمصريين. الواحد لما بيتسال عن مرموش قبل ما كان يظهر بالمستوى دوت كان بيقول استنوا حاجه كبيره، استنوا حاجه هتبقى زي صلاح، وان شاء الله تبقى توصل لنفس المستوى في الاستمراريه. لكن برجوع لمباراه ليفربول ومان سيتي، الشيء الجميل في مرموش ان هو دايما بيركز ان هو يكون نسخته الخاصه مش نسخه محمد صلاح الثانيه، على اعترافنا بقدره محمد صلاح وقيمته الكبيره. لكن مرموش من الجوده ومن الثقه ومن الثقافه والكالتشر والاندماج اللي هو موجود فيه بما يكفي ان هو يقدر يصنع نسخته الخاصه. وبالتاكيد مباراته الاولى قدام صلاح قدام كابتنه في منتخب مصر هتعني له الكثير جدا لو قدر يسجل، وان كانت مباراه كمان مهمه جدا لصلاح في طموح ان هو يفوز باللقب مع ليفربول ويستمر في صداره الدوري الانجليزي. يا اخي تحس انها دراما سينمائيه، يعني ان هو بعد ما يجيب الهاتريك رايح يلعب قدام صلاح بتاع ليفربول المتصدر للدوري والسيتي اللي حالته صعبة، ولكن مباراة لا تقبل القسمة على 2 دائما، وبيبقى ديربي خاص أو لقاء خاص، فيقف مرموش قدام صلاح ونقف احنا كلنا مش مصدقينه. هيبقى الساعة كام الماتش ده؟ المباراة هتبقى الظهر يوم 23 يوم الحد الجاي. فيعني كويس ان هي مش متزامنه مع مباراه الاهلي والزمالك، 4:30 التوقيت المحلي هنا، يعني 6:30 توقيت القاهره. فاعتقد هيكون توقيت جيد للجمهور المصري ان هو يلتف حوالين الشاشات كأن منتخب مصر بيلعب، وايا كان الفائز في النهايه الكره المصريه وسمعه الانسان المصري، جوده الانسان المصري اللي بيثبتها على اعلى المستويات. دي حاجه مصدر فخر لينا جميعا وبتدينا كلنا. لا يعني انا عايز ليفربول يكسب علشان يكمل في المقدمه وابننا صلاح ياخد الدوري، بس انا كمان عايز مانشستر سيتي يكسب عشان ابننا مرموش الامير المصري الجديد يثبت اقدامه اكتر ويقدر يثبت نفسه. اعمل ايه؟ والله خلينا نبتدي من موضوع الاهداف. يعني نتمنى ان الاثنين يسجلوا والافضل يفوز. على اي حال ليفربول متقدم بفارق مطمئن في الصداره، وان كانت عادل مباراته الاخيره قدام ايفرتون. لكن اعتقد انه تهديفيا اذا قدر مرموش يسجل قصاد ليفربول بعد ما سجل الثلاثيه قصاد نيوكاسل وبدا عداد الاهداف يعد معاه زي ما بنقول، هينتصر لفكره الشراء بالمبلغ 59 مليون باوند، ومبلغ كبير جدا في سوق الانتقالات الشتويه، يمكن اكبر صفقه في السوق الشتوي هنا في انجلترا. وكمان هينتصر لفكره الاحلال والتجديد اللي بدا جوارديولا يقدمها في مان سيتي، وهيقدم نفسه للموسم الجاي ان هو دوت الراجل اللي هنعتمد عليه السنه الجايه. صلاح مش محل شك انه رقم 1 في انجلترا، رقم 1 في اوروبا، رقم 1 في العالم في رايي الشخصي السنه دي. لكن كمان مباراه السيتي بالنسبه له دايما كانت تعني الكثير. لا ننسى ان المباراه هتكون في ارض السيتي في ملعب الاتحاد، وهو ملعب هيرفض ان هو يخسر او يفرط في الدوري بسهوله. ليفربول هيرفض ان ليفربول يتقدم خطوه اضافيه. لكن اهم كمان من مباراه ليفربول في مباراه ريال مدريد في دوري الابطال بالنسبه لمانشستر سيتي. مرموش ما شاركش في المباراه الاولى كتير، شارك في الدقائق الاخيره. اذا ما قدر ان هو يدخل مباراه ريال مدريد ويشتغل كويس ويسجل هدف كمان لحظه تاريخيه. الشيء الجميل في مرموش انه بيدخل على مباريات كبيره وهو مش بيبين اي نوع من الخوف او الرهبه او ان هو داخل على عالم جديد.
هو ده اللي بيديله الثقه ان هو يدخل بدون اي خوف، وهو ده اللي بينال استحسان الاعلام الانجليزي، لانه عاده اللعيب اللي جاي من افريقيا او من دوله مش بتاريخ البرازيل، الارجنتين، الدول الكرويه، دايما بيبقى فيه شكوك حول تاقلمه. لكن قدره مرموش على الدخول بثقه عاليه جدا لاقوى دوري في العالم بدون اي خوف، هي دي اللي مقدمه له انطباع كبير وايجابي عند الاعلام الانجليزي حتى قبل ما يسجل الهاتريك. أكيد. محمد قطب الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. يا ترى صلاح بيفكر في إيه دلوقتي؟ خدوا بالكم الاتنين بيستخدموا عقلهم قوي. النهارده هم بيكلموا مرموش، قال خلاص المباراة دي ورايا، أنا مركز في الماتش اللي جاي. وصلاح يرى نجم جديد يصعد، ولكن اتعلمنا في الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية إنه اللعيب موسم مش ماتش. اللعيب إيه؟ مش زي عندنا يجيب جون ده أعظم، لا، اللعيب هناك موسم وأداء وأرقام وسرعات وستوب ووتش. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بفكر اروح اشوف الماتش هناك. فجأة كده جالي هاتف، بس طبعا اكيد مفيش تذاكر، طبعا التذاكر كلنا ايه، وانا يعني احنا كلنا فريق في الشغل، انما في الماتش انا لوحدي. انا كده في انا نطلع